بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. النهارده هنعمل جولة كده في شقة عروسة وعريس. طبعًا أنا بقى لي فترة معاكم في القناة، باحاول أنوّع في الفيديوهات علشان ما نملِّش، وعلشان أشوف إيه الفيديو اللي بيوصل لأكبر عدد ممكن. فباحاول أغيّر في نوعية الفيديوهات عشان أعرف نوعية الفيديوهات اللي أنتم بتحبوها أنزّل منها كتير، ويا ريت أي فيديو أنا أنزّله تعلّقوا لي كده أعرف إن الفيديو ده عاجبكم والّا لأ. وطبعًا مش هاوصيكم نحط لايكات كتير، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك. أول حاجة بدأنا بيها كده الreception. طبعًا هنا الreception عبارة عن 3 قطع. العفش هنا كلّه new classic. بادئين بأوضة السفرة كده، الترابيزة ومعانا النيش 3 أجزاء، 2 كده عاملين زي الدولاب الفضية وفي النُص فيه بوفيه. بعد كده عندنا الصالون مقسوم جزئين، أهو زي ما أنا وريتكم كده، ما يعني عندكم هنا النيش جزء طويل كده زي دولاب الفضية، بعدين البوفيه في النُص، وبعدين الناحية التانية برضه في دولاب زي دولاب الفضية كده. لو حابينّي أصوّر محتويات النيش عرّفوني، وأنا إن شاء الله هاعمل لكم فيديو تاني بالمحتويات اللي جواه. في الجزء التاني بقى من الreception في عندنا جزئين، هو عبارة عن صالون كبير شوية، عدد القطع بتاعته كبير. في اللونين كده الكشمير والoff white، ومقسوم على الاتنين. باحاول أجيب لكم كل التفاصيل في الشقة عشان لو هتستفيدوا بأي حاجة يعني، أو لو في عرسان شافوا الفيديو تابعوني ممكن ياخدوا أي تفصيلة، ستاير، سجاد، الفرش عمومًا، الأفكار أو الذوق يعني. عمومًا الشقة دي مش جديدة، الشقة دي من السنة اللي فاتت كنت مصورة الفيديو من فترة، بس كنت مترددة في إني أنزّله يعني. أهم حاجة ندعي لهم ربنا يبارك لهم في كل شبر في بيتهم كده ويوفقهم يا رب ويسعدهم. آآ يعني حاولوا كده لو حتى فكرة صغيرة، خدوا أفكار كده منهم تفيدكم بقى لو في عروسة جديدة والّا عريس بيوضّب شقته أو كده، ممكن يستفيد من الأفكار اللي موجودة معانا في الفيديو. دي المكتبة بتاعة الشاشة، هُم عاملينها بالحجر كده، وعاملين اللي هي التركيبات بتاع الجبس بورد الجديدة دي. بعد كده هنخش مع بعض بقى على صالة التوزيع اللي بتدخل معانا على الأوض النوم والحمام والمطبخ. هي عبارة عن طرقة طويلة كده. هُم ما شاء الله برضه عندهم الaccessories بتاع الستاير والأبواب والحاجات دي جميلة جدًا. ده جزء كده عبارة عن تسريحة ومكتبة، ده تبع أوضة الأطفال بس عشان ما فيش مكان جوّه يعني واسع، فهُم حاطينها هنا في الطرقة. دي أوضة النوم، طبعًا بنعرفها من الزينة اللي على الباب. أوضة النوم بتاعهم simple خالص، لذيذة، ذوقها عالي ما شاء الله، ورقيقة خالص. طبعًا هُم عاملين الديكور بتاع الزينة اللي العرايس بتعمله على السرير بتاع الشمع اللي هو بينوّر بالبطاريات ده، والبلالين والجو ده يعني. ده الدولاب بسيط جدًا وما فيش فيه تفاصيل كتير، كذلك برضه التسريحة، وطبعًا الاتنين كومود اللي إحنا شُفناهم والبانكات. دي أوضة الأطفال برضه بسيطة وsimple خالص ورقيقة، زي ما إحنا شايفين مع بعض كده. عندنا السريرين وستارة عاملينها off white في كشمير زي الفرش اللي موجود والسجاد وكده، عاملين تناسق مع كل مكونات الأوضة يعني. هنا أنا هاصور لكم جزء من الدولاب، بس افتكرت إن أنا ما استأذنتهمش يعني إن أنا أفتح الدواليب وكده، ف يعني مش هاكمل بقى بتصوير الدواخل بتاع العفش، بس لو حابين في فيديو تاني ممكن أصورها لكم. بعد كده عندنا المطبخ. طبعًا المطبخ بتاع أي عروسة دايمًا بتبقى الرخامة عليها بقى كل الحاجات، بعد كده الدنيا بتخف شوية، وبيحاولوا يشيلوا بقى الحاجات اللي على الرخامة وكده ويعينوها بعد فترة علشان الزحمة وكده. طبعًا كل عرايس بتعمل كده دلوقتي يعني، فالموضوع ده عادي يعني. أتمنى تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط يعني أو فكرة من الفيديو بتاعي النهارده. وبرضه حابة أعرف في التعليقات إن النوعية دي من الفيديوهات بتعجبكم والّا أغيّر تاني والّا إيه، أبقى بس عارفة أنتم بتحبوا إيه عشان أنا أنزّله لكم على طول. أتمنى اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة وينزل تحت عند الجرس ويفعّل ويختار الكل عشان كل فيديو ننزّله،
وما ننساش اللايكات يا بنات.